هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد في أخبار الكيبوب لهذا اليوم تكملة للفيديو السابق. أغنية كوك 7 تخطت حاجز 2.4 مليار ستريم عبر منصة سبوتيفاي لتصبح أول أغنية لفنان آسيوي والوحيدة تحقيقا لهذا الإنجاز في التاريخ، كما وتعد ثالث أسرع أغنية بشكل عام بتاريخ المنصة. أسرع الأغاني من الإصدارات عام 2023 التي تجاوزت 2.4 مليار استماع. 7 في المركز الأول خلال 704 أيام، في المركز الثاني فلاورز خلال 746 يوم. قام سونغ عضو فرقة بوي نيكس دور بغناء كوفر لأغنية جونكوك ستير ويز يو خلال بثه المباشر على منصة لوفرز. مؤخرا تم إدراج صورة لجونكوك من كتب اللغة الإنجليزية الرسمية للصف السابع في المدارس التايلاندية. جيسو نزلوا صور جديدة لها لصالح كارتيه على غلاف مجلة إل كوريا. نزلوا عدة صور كمان، أظن حتنزل مقابلة. أغنية هولي جيمين أصبحت الأغنية الأسرع لفنان كيبوب في التاريخ، تحصل على شهادة البلاتينيوم في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت مبيعاتها 4 ملايين وحدة لتصبح أول أغنية لفنان كيبوب منفرد تحقق هذا الإنجاز في هذا العقد. تقضي أغنية جي هوب كالند جيرل يومها الرابع في المركز الأول عبر مخططي الآيتونز العالمي والأوروبي للأغاني. تجاوز ألبوم هوب أون ذا ستريت فول 1 حاجز 400 مليون استماع على سبوتيفاي، وهو ثالث ألبوم لجي هوب يحقق هذا. فاز نامجون بالمركز الثاني في جوائز برلين للفيديوهات الموسيقية لعام 2025 ضمن فئة أفضل مفهوم عن الفيديو الموسيقي لأغنية لوست، إجا في المركز الثاني. تحديث جي هوب عبر الويفرز: شكرا لجميع الآرمز الذين جاءوا اليوم إلى باجو وشاركوا معنا في التسجيل المسبق. شعرت بذلك اليوم، لكن أعتقد أنني أستطيع الأداء على المسرح بحيوية دون تعب بفضلكم كالعادة. آرميز هم الأفضل. عودوا إلى منازلكم بأمان وارتاحوا جيدا. أراكم غدا في تشو ميوزيك كور. كان علي أن ألتقط صورة بسرعة في السيارة، سألتقط صور جميلة غدا. شوفوا كلامه وشوفوا الآرمي شو عامل بهداياه. كأس تايهيونغ للفوز بجائزة ترند اوف ماي في فئة كيبوب سولو في كي جي ام اي. تايهيونغ فاز بجائزة ترند اوف ذا يير لشهر يونيو في حفل جوائز الموسيقى الكبرى في كوريا عام 2025. وبمناسبة الفوز سوف يتم منحه كأس مادي، هو هذا اللي نشرته. مقال في صحيفة إلغان سبورتس: إعلان خارجي في برج كي جي، ظهور مميز في الصفحة الرئيسية لتطبيق فانكاست. أشارت تقارير واردة من مصدرين مختلفين أن تايهيونغ يستعد لتجديد عقده كسفير علامة كومبوس كوفي في خطوة تعكس مكانته المرموقة وتأثيره الواسع في عالم الإعلانات. بحسب فرع كوريا الجنوبية، فإن العقد الجديد سيشهد زيادة في الأجر مع تمديده حتى النصف الأول من العام المقبل. كما سيتم إطلاق إعلان تلفزيوني جديد يظهر فيه تايهيونغ ليس فقط بصورة بس بصوته أيضا، حيث سيبث في فروع المتاجر. ومن اللافت أن الحملة الإعلانية الجديدة ستتضمن 6 إطلالات مختلفة له مقارنة بإطلالتين في الحملة السابقة، إلى جانب ابتكار مشروبات خاصة تحمل اسمه وطرح منتجات ترويجية مستوحاة من شخصيته. أما فرع سنغافورة فقد أكد بدوره أن مدة العقد ستمتد من 6 إلى 9 أشهر إضافية، مما يعكس استمرار التعاون الناجح بينه وبين العلامة التجارية على مستوى عالمي. يعني حيزيدوا له في الأجر، وكمان حيجدد العقد ممكن 6 أشهر ممكن 9 أشهر. تحديث كومباني سوسو مع كيونغ سو عضو إكسو بتفاصيل الحجز المسبق لألبوم بلاس، الألبوم الكامل الأول لكيونغ سو. الموعد البدء الطلب المسبق من 20 يونيو حتى 6 يوليو. حينزل الألبوم يوم 7 يوليو. تجاوزت أغنية بيرسونا لآرم حاجز 190 مليون استماع على منصة سبوتيفاي. سامسونج اختارت نمجون سفيرا رسميا لتلفزيون سامسونج الفني آرت تيفي. كما سيتم عرض تعليقات نمجون الفنية لعدد من الأعمال الفنية المختارة عبر متجر سامسونج للفن. في 17 من يونيو أعلنت شركة سامسونج الإلكترونية تعيين آرم رسميا كسفير لحملتها الخاصة بجهاز التلفاز الفني آرت تيفي. وسيقوم متجر سامسونج الفني بنشر سلسلة بعنوان تعليقات آرم على الأعمال الفنية، حيث يشارك آرم رأيه وتفسيراته الشخصية لمجموعة مختارة من اللوحات والأعمال الفنية. ومن خلال هذه التعليقات يأمل آرم على إضفاء بعد أعمق وتجربة أكثر تنوعا لمستخدمي آرت تيفي في استمتاعهم بالفن وتقديره. وبصفته سفير للعلامة سيحضر آرم أيضا معرض آرت بازل في مدينة بازل السويسرية، والذي يعد أكبر معرض فني في العالم، والمقرر إقامته بين 19 و 22 يونيو. كما سيشارك في جلسة حوارية خاصة تعقد في 18 من الشهر ذاته.
حنشوف ارم مسافر لسويسرا ما بين 19 و 22 هذا الشهر، وكمان حنشوف مقابلة او جلسة حوارية لارم. الحين نقدر نقول بدأ موسم التحديات تبع أغنية كلينت جارلا جي هوب. أول تحدي عملوا جي هوب عملوا مع فرقة تواس، فرقة هايب الجديدة. نزلوا فيديو على تيك توك وهو بيرقص على أغنيته، وكمان رقص على أغنية تواس. هم رقصوا على أغاني بعض، أغنيتهم اسمها كونتون أظن، فرقصوا هيك وهيك. فإحنا بنطالب بالرقصات تبع الأعضاء. أهم شيء إحنا عارفين جي هوب حيرقص مع كل العالم ما عدا الأعضاء، وإحنا أصلا بنطالبه إنه يرقص مع الأعضاء. حخليكم مع التحديثات، وكمان حخليكم مع تحديث جي هوب عبر ستوري حسابه على الانستغرام. هنا ينتهي الفيديو، حكمل لكم فيديو بعده عشان ما يكونش الفيديو طويل. باي باي.